أهلا بكم. أنا يمنى وده بودكاست طمأنينة، مساحة أمان وسط كل القلق. إيه هي السعادة؟ إحنا بنتكلم عنها كأنها حاجة واضحة، بس الحقيقة إن السعادة تجربة شخصية جدا. كل واحد فينا مش محتاج نفس الحاجة عشان يحس بالرضا. في علم النفس في فكرة بسيطة ولكنها عميقة، إن الإنسان لما يفهم هو عايز إيه من الدنيا ويبقى عارف أولوياته بيهدى. السعادة مش مرتبطة إني أوصل لهدف وأقول خلاص أنا كده سعيد، لأن في ناس وصلت ومرتاحتش. في ناس ماديا فقيرة ولكن عندها سلام داخلي يخليها راضية وسعيدة، وفي ناس معاها فلوس كتير ومناصب وإنجازات بس دايما حاسين بالنقص. وده لأن السعادة مش في اللي معاك لكن في نظرتك للي معاك. أنا عن نفسي كان عندي مفهوم غلط عن السعادة، خصوصا في الأمومة. كنت فاكرة إن السعادة هتيجي لما بنتي تكبر شوية. كنت بقول لما تكبر المسؤولية هتقل وأنا هرتاح وأبقى سعيدة، بس الحقيقة ده ما حصلش، لأني ربطت السعادة بالمسؤولية. ولما بنتي كبرت اكتشفت إن المسؤولية ما بتقلش، بتتغير وأحيانا بتزيد. مسؤولية شكلها مختلف، تفكير أكتر، قلق أكتر، ودور أكبر. هنا بدأت أفهم إن ما ينفعش أربط سعادتي بحاجة جاية بعدين، لما أخلص، لما أرتاح، لما المرحلة تعدي، لأن المرحلة بتمشي وبتيجي غيرها والسعادة تفضل مستنية على جنب. الأهدى والأصدق إني أتعلم إزاي أعيش المرحلة اللي أنا فيها، إزاي أدور في الراحة جواها، راحة في ضحكة، في حضن، في 5 دقايق هدوء، حتى لو اليوم كله زحمة. علم النفس بيقول إن الرضا مرتبط أكتر بإحساس المعنى، مش بكمية الإنجاز ولا حجم المسؤولية. اللي حاسس إن لحياته معنى بيتحمل أكتر وبيهدى أسرع. ربنا قال في كتابه العزيز: لئن شكرتم لأزيدنكم. ما قالش لو ملكتم أكتر، لكن قال لو شكرتم. الرضا مش إن الحياة تخف، الرضا إن القلب يقوى. سر السعادة إن الإنسان يبقى عارف هو عايز إيه، مش بيجري ورا شكل سعادة مش شبهه. مش كل غني سعيد، مش كل فقير تعيس. السعادة إنك تبص على اللي في إيدك بعين راضية، مش بعين المقارنة. اللهم ارزقنا قلوبا تعرف تعيش اللحظة وتلاقي السلام جوه المسؤولية مش بعدها. دي كانت طمأنينة. لو الكلام لمسك خد نفس وافتكر إن السعادة مش مستنية بكرة، هي ممكنة دلوقتي باللي متاح في إيدك.